بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم. قبل ما نشارك معكم الوصفة تاع اليوم، حبيت البنات نفكركم بالوصفة تاع السفنج. هنا ديجا الوصفة راني مشاركتها معكم في القناة. روحوا شوفوها، نخليها لكم في صندوق الوصف. وعاود درتها معكم هنا وقلت نوري لكم النتيجة اللي دايما يعطيك نفس النتيجة، فارغ ومشبك. دوك نقسم معاكم حبة تشوفوها. راه شوية هنا راه عاد سخون. المهم البنات، بالنسبة للفيديو تاع اليوم جيتكم بواحد الوصفة خفيفة سهلة، 2 دقايق وانتي درتيها، اللي هي عبارة على بسكوي تاع التفاح. هو بسكوي عادي، برك طريقة التزيين ولا اللمسة تاع التفاح تعطيك لمسة راقية تقدميها لضيوفك ولا ديريها لولادك في الدار. بزوج حبات بيض برك نديرو خبزة بسكوي شابة. نروحو للمقادير البنات. عندنا 2 حبات بيض، نص كاس تاع سكر، نص كاس زيت، نص كاس حليب، ملعقة تاع خل. وهنايا عندي الفانيلا مع رشة ملح، وعندي كيس ونص تاع خميرة حلويات. وهنايا عندي الفرينة راني مغربلتها. للتزيين عندي مربى تاع المشماش، كاوكاو ولا لوز إيفيلي، وهنا قطعة تاع تفاح راني مقطعتهم شرائح وعصرت عليهم الليم. البنات لازم تعصروا عليهم الليم باش ما يتأكسدولكمش. هنا غادي نجيب الغيسيبيون تاعي ولا البول تاعي نحل فيه المقادير كيما مين تحضري البسكويت تاعك عادي. هنايا نقدر نقولكم بلي تاني اللي عندها وصفة ناجحة، ما على باليش نورمالمون هذه هي الوصفة اللي يعتمدوها كامل الناس تاع البسكويت. أما اللي عنده وصفة ناجحة ويبغي يعتمدها يدي طريقة التزيين وفقط تصلح لك مع أي نوع تاع بسكوي. وهنا بالنسبة للخلط تقدري ديريها بالفوي كيما راكم تشوفوا مانيال، وإلا ديريها بالباتير. الخطوات راها جد واضحة في الفيديو. البنات فضلا وليس أمرا، المشتركات جدد ديروا أبوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الوصفات اللي نشاركهم معكم، ولا روتينات ولا خرجات ولا بالنسبة لسكان تاع حسيم سعود وتلمسان معسكر ندير لكم جولات كيما عودتكم في قناتي، ونشاركوا مع بعض وصفات. كاين لي منها وصفاتي، كاين لي منها وصفات امي، كاين لي وصفات يعني رفتهم من ومن جربتهم كي تكون ناجحه ونجربها شحال من مره عاد باش نشاركها معكم. قلت لكم البنات باللي في احصاءات القناه تاعي اظهر باللي 97% من المشتركين، عفوا من المتابعين ماهمش، ما نقدرش نسميهم مشتركين ولا متابعين خاطر ماهمش دايرين ابوني، ما راهمش مابونين عندي، يتفرجوا فيديوهاتي وبس. اذا كان احنا رانا قراب نوصلوا ل 11000 ابوني وهذه 97% وما راهش مابونيه، نقول لكم غير ابوني ادمروا اختكم شويه، طلعوني شويه. والمشتركات الوفيات واللي يعلقوا لي دائما، ما خسرتي والو تاني نتيا جديده ولا اللي راكي تتفرجي بلا ما تابوني، ديري كومونتير يا لو كان نقطه اسيدي، ما تقولي لي شكرا ولا تقولي لي يعطيك الصحه ولا استفدتي من الوصفه ولا شفتيها، ديري لي نقطه برك هكاك. هذاك الجام وهذاك التعليق تاعكم والابوني تاعكم هذاك يدعمني اني نطلع قناتي. واكيد بلا ما نهضر لكم على البارطاج اللي هو حاجه ضروريه، ابعثوهم الفيديوهات لبعضكم. يعني اليوم جيتكم فيديو خفيف في نفس الوقت ناشدكم باش تطلعوا القناة تاع اختكم لولو اماني. وانا بربي ان شاء الله ما نبخلكمش بالوصفات ولا التدابير ولا كاع نعرف ان شاء الله نشاركها معكم. نقولوا للوصفه هنا كيما شفتوا، بعد ما كملت خلط البسكويت تاعي جبت المول تاعي هنا حجم متوسط، من بعد نكتب لكم القياس تاعه في صندوق الوصف. المهم البنات راكم شايفين السيري تاع هذا البلاطوات يخيجوا 3 مع بعض، الوسطاني تاعهم كنت فرشت فيه ورق الزبدة. أنا طبقت الورق تاعي على 4 ودرته عند القطر، ومن بعد مقسته على حجم القطر تاع السني تاعي، كنت درته بالمقلوب. نسيت ما شاركش معكم هاد التدبيرة. ومن بعد مقسته جاني شكل دائري حطيته في البلا. ولا إذا تعرفي المول تاعك مليح وما يلصقش، صراحة أنا هذا عندي مدة ما طيبتش فيه على خفته درت له ورق الطهي فينالمون ما لصقليش يعني. ديري دهني البلا تاعك بالزبدة ومن بعد رشي عليه الفرينة بلاش عليك ورق الزبدة. وكما راكم تشوفوا جبت التفاح تاعي اللي كنت قطعته وعصرت عليه الليمون ولا عصرت عليه الليم باش ما يتأكسد ليش وما يكحلش كما شفتوها ولا ما كحليش كاع.
بلا ما وجدت المقادير وخلطت البسكوي حافظ على نفس اللون. وهذه التدبيرات تقدري ثاني تعتمديها حتى في سلطة الفواكه ولا تزيين تاع أي كيكة. عندي البنات وصفة واحدة أخرى ثاني تاع كيكة التفاح بالكراميل. بالكراميل إذا بغيتو خلولي في التعليقات نشاركها معكم. كما شفتوا هنا راهي عندي حبة ونص تاع تفاح برك، ما تحتاجيش كمية كبيرة، راه متوفر في الأسواق. وغادي يدخل دوكا ان شاء الله الفراز، موسم الفراز، نشارك معكم تاني التدابير. وهنا درت في الوسط كتزيين درت رشة تاع كاوكاو إفيلي. شوفوا البنات، جيبي 10,000 ولا 20,000 قيسيها في الدار تاع كاوكاو إفيلي ونسايها، تستحقيها بزاف بزاف. غادي نشارك معكم وصفات وفريمون ديري بها عدة وصفات. هنا بعد ما وجدت البسكويت تاعي بهذا الشكل كنت ديجا سخنت الفرن تاعي. هنا درجة الحرارة ما غاديش نقول لكم انا، خاطر كل وحده والفرن تاعها. كاين اللي طيب في فرن السعاده، كاين اللي طيب في فور الكتريك، كاين اللي طيب في تاع الكويزينير. الريغلاج تاع الكويزينير تاعك انت تعرفيه. المهم درجة حرارة تكون متوسطة، تشالي عليه من الاسفل ومن بعد تشالي بعد ما يطيب وتشوفيه حمار في الجوانب تحمريه من الفوق. ومن بعد جبت كمية تاع مربى المشماش كيما وريتها لكم في المقادير. وجبت بانسو، انا حركت المربى تاعي حركته مليح 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 بالمغرف حتى خفاف لي. واللي تبغي الذوق تاع المزهر تقدي ديري له قطرة تاع مزهر تخفيهم به. واللي ما يبغيش ذوق المزهر تقدي ثاني غير 2 قطرات ولا تاع الماء وتخفي به. انا هنا صراحة ما درت حتى حاجة باش نحافظ على هذاك اللون تاع الكونفيتير تاعي تاع المشماش، ولا تاني باش تقعد هذيك لا تكستير تاع كي تاكلي البسكويت تاعك بالتفاح تستبني هذيك الحموضه تاع الكونفيتير تاع المشماش. هذه هي الكيكه تاع التفاح تاعنا في شكلها النهائي. كنت صورتها لكم من قبل وما قدرتش نشاركها معكم، الله غالب حتى اليوم كتب المكتوب وكتب لي اني نشاركها لكم مع السفنج باش نفكركم به. ما تنساوش البنات تروحوا تشوفوا الوصفه تاع السفنج فريمون ناجح وراه يجربوه، يعني ماشي وحده وماشي زوج. انا راني موجدت لكم ان شاء الله قائمه من الوصفات باش نشاركهم معكم ان شاء الله. بصح اذا عندكم وصفات محدده ولا عفايس هكا راكم باغيين نشاركهم معكم ما كاش مشكل، نقدر اني نسبق لكم بهم. خاطر كيما دايما نقول لكم القناه قناتكم، انا راني ضيفه عندكم سما نتوما. قولوا لي شندير لكم القناه، نتوما تصرفوا فيها كيما تبغوا، نتوما اللي تقولوا لي شندير لكم ان شاء الله باش ما نديش، بصح في حدود المعقول. بيان سور انا روتينات وهذوك انا قولوا لي على الوصفات، قولوا لي على الوصفات ان شاء الله ما نخلي لكم حتى حاجه في خاطركم ونجيبها لكم على اصولها بربي ان شاء الله يقدرني اني نكون عند حسن ظنكم. وشكرا بزاف للبنات اللي دعموني ومازالوا يدعموا فيا ملي بدات قناتي، رغم اني غبت وكلش. الحمد لله يا ربي اللي ما نسميهمش انا يا متابعين ولا نسميهم خواتاتي، خاطر مازالوا لحد الساعه يسقسوا ليا حتى في الفيسبوك ولا في الانستغرام. البنات اللي بغاو يزوروهم عندهم نفس اسم القناه. هذا هو البسكويت تاعنا. وصلنا لنهاية الفيديو البنات، بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.